حلقة النهارده تقييم لاعبين النادي الاهلي بعد الاداء اللي ما كانش كويس خالص قدام نادي مودرن سبورت. اداء في افتتاحية الدوري يبقى عندك النجوم دي كلها عامل اداء مش كويس ولا يرضي جمهور النادي الاهلي ولا جمهور اي نادي، ان انت تيجي قدام نادي مودرن سبورت اللي هو كان هبط، مش كان بينافس على الهبوط، لا كان هبط الموسم اللي فات اللي هم لغوا الهبوط. فقلت لك نادي مودرن سبورت، لو انت بصيت عندي لما رتبت لك الانديه اللي هتكون في نهايه الدوري مثلا المركز الاول الثاني لحد العاشر، هتلاقيني حاطط لك نادي مودرن سبورت في المركز حوالي العاشر او المركز السادس. فقلت لك نادي مودرن سبورت هيبدا بدايه جامده جدا. فشفت بداياته وفي اول ماتش ليه قدام النادي الاهلي كان هيغلب النادي الاهلي، تعادل مع النادي الاهلي وكان هيغلبه، لان النادي الاهلي لعب باداء معفن خالص، لا في لعب تكتيكي من المدرب ولا في حماس من اللعيبه، تحس كده ان النادي الاهلي بيلعب غصب عنه. في حلقه النهارده هنروح لتقييم اللعيبه. لو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا نكمل. هنروح في اول حاجه لمحمد شريف اللي عليه علامه استفهام كبيره جدا جدا، وانا قلت لاي جمهور النادي الاهلي ما يستناش من محمد شريف اللي كان وسام ابو علي بيعمله، لان عمر محمد شريف ما هيعمل اللي وسام ابو علي بيعمله بجنيه. ده فرق وده فرق شاسع جامد جدا، لان شوف وسام ابو علي ركلات حره، ركلات راس. الكره الوحيده اللي اترفعت لمحمد شريف في الشوط الثاني ما تحس ان هو واقف مكانه كده واستناها هي تخش لوحدها، لا طار عليها ولا عمل اي مجهود عليها. فانا بقول لك اي جمهور النادي الاهلي ما يستناش من محمد شريف اللي وسام ابو علي كان بيعمله خالص. محمد شريف في الماتش كان سيء جدا جدا جدا، فهنديله 6 من 10. نروح لقفشه اللي تحس ان هو بيوقف لعب الاهلي. لما انت تيجي تحط لاعب في خط النص زي امام عاشور بيسحب اللعيبه من ورا لقدام، يعني بيجيب الكوره من ورا من عند الديفندر يوديها للمهاجمين، لكن عكس قفشه ياخد الكوره لخط النص بياخدها من النص، مش بيجيبها من ورا، لا بياخدها من النص يجي مرجعها ورا تاني، يعني بتحس ان هو بيهد اللعيبه كده. قفشه هياخد 7 من 10. وهنروح لزيزو بقى هو اللاعب اللي تحس ان هو مولف على الدوري، مولف على العرضيات، كان هيجيب هاتريك عرضيات لما الكره بتاع محمد علي بن رمضان اللي جت في العارضه دي. زيزو هو احسن لاعب في الماتش من غير كلام، هو وياسين مرعي اللي قلت لك هو نسخه من محمد عبد المنعم طبق الاصل. لاعب بيلعب برجله الشمال، لاعب بيعرف يطلع بالكوره، لاعب بيعرف يلعب براسه، لاعب مقاتل، هو ده اللاعب، ده مدافع متكامل زي ما بيقولوا. بس انا اقول لك ان زيزو، خلينا في زيزو الاول، زيزو هياخد 9 من 10. نروح لياسين مرعي اللي انا لسه بتكلم عليه. ياسين مرعي كان عامل، بص انا بقول لك ياسين مرعي عامل اداء جامد جدا جدا. ياسين مرعي هو رجل المباراه، بس بقول لك لو ينفع تتقسم كان هياخدها زيزو وياسين مرعي في نفس الوقت، لان الاثنين تحس ان هم شالوا النادي الاهلي. وملحوظه ياسين مرعي لعب مع النادي الاهلي وكمل الماتش وهو مصاب، فاحنا هندي لياسين مرعي 8.5 من 10. نروح بعد كده لبن رمضان عليه علامه استفهام كبيره جدا جدا. لا هو اللي شفناه في كاس العالم، لا هو اللي شفناه في المباريات الوديه، لا هو اللي شفناه في اي ماتش. وملحوظه ريفيرو، عشان نتكلم عن ريفيرو ده بس، ريفيرو ما كسبش لحد دلوقتي ماتش رسمي مع النادي الاهلي. لعب 4 مباريات، اتعادل 3 وخسر ماتش. يعني انت متخيل انت جايب مدير فني لحد دلوقتي لعب 4 ماتشات ما كسبش من الاربعه ولا ماتش. فياسين مرعي قلنا هياخد 8.5. نروح لبن رمضان. محمد علي بن رمضان اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي، احنا قلنا ياسين مرعي، هنتكلم عن محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان اللي قلت لك عليه علامه استفهام كبيره جدا، فهنديله 7 من 10. نروح لياسر ابراهيم. اللاعب اللي مش حريف بس بيجيب اللي عنده، وهو ده احسن حاجه. ما بقاش لاعب ما بعرفش يلعب بمرقص زي رامي ربيعه، لا لاعب بيقاتل على الكوره وبيجيب اللي عنده، وهو ده اللي نفعنا في المباريات. فنروح لياسر ابراهيم قلنا ياخد 7.5 من 10. نروح بعدها هاني نفسي اشوفه بيرفع كوره. ده انت بتشوف اللعيبه اللي بيلعبوا ماتش خماسي اللاعب فيهم يرفع الكوره احسن من هاني. انا مش عارف ايه ازمه هاني، ان انا ابقى لاعب بقالي يجي 13 سنه في النادي الاهلي ما بعرفش العب كوره، ما بعرفش ارفع كوره قصدي يعني. فمحمد هاني ياخد 6.5 من 10. نروح لشكري، برضه شكري نفس الزفت يعني. شكري لا رفع كوره ولا نزل كوره ولا بص كوره ولا عمل اي حاجه اللي كان بيعملها مع نادي سيراميكا كليوباترا. فشكري اداؤه كان وحش في المباراه ده، هنديله 6.5 من 10. نروح بعدها شوبير الحارس اللي احنا حاطين عليه كل املنا. خيب املنا في ماتش واحد. انت متخيل في ماتش واحد ما تصداش غير الكره اللي عملها بالبوكس، طلعها بره منطقه 18 دي بس، طول الماتش تصدي واحد لمصطفى شوبير. ف5 من 10. بلاش نكمل اللاعب لسه صغير. نروح لاحمد رضا اللي لعب مكان اليو ديانج النهارده، جاب جون. بس احمد رضا ما ينفعش يلعب لوحده في المكان ده، يعني يا تحط بن رمضان وديانج
يا تحط رضا وديانج، لكن ما ينفعش تحط رضا لوحده ومحمد علي بن رمضان، ما ينفعش تحط الاثنين دول لوحدهم في خط النص. ده نقول رضا 7.5/10. نروح لتريزيجيه. تريزيجيه اداء وحش، اي كوره بتجيله يرجع. تبقى يعني ما اقدر اعملها، الكوره هتجيلي هرجعها تاني لخط النص ورا، لكن انت ما بتعملش حاجه جديده، مش ده اللي مستنينه منك. فهنديله 6/10. ونروح بعديها لجريديشار. جريديشار برضه اللي احنا كنا بنقول بديل وسام في الاهلي، وهو اللي هيشيل النادي الاهلي بعد وسام ابو علي، لكن ما عملش كده خالص، لانه تحس انه لاعب تقيل، لا بيهاجم مع الكوره، تحس انه ما عندوش ثقه في نفسه، الثقه في نفسه ضاعت. فهنديله 6/10. ونروح لكوكا. كوكا اللي لعب في اخر الماتش حوالي ربع ساعه، اللي المفروض كان تحاول تلم الماتش، مش تحاول تفتحه، يعني المفروض تنزل ديانج مش تنزل كوكا في الوقت ده. فكوكا نديله 6.5/10. نروح بعد كده لبن شرقي. بن شرقي برضه اللي اداؤه ما اقنعنيش ولا اقنع اي حد، واللعيبه كلها ادائها ما اقنعتناش يعني، ما عدا كذا لاعب. فبن شرقي هنديله 6/10. نروح لكريم فؤاد. كريم فؤاد برضه تحس ان هو راجع مش نفس الروح اللي كانت عنده في الماتشات الوديه. انا مش عارف كل اللعيبه في المباراه الوديه نفسها مفتوحه، طب ما انت العب نص اللعب اللي لعبته في المباراه الوديه، نصه بس ما فيش. فهنديله 6/10. نروح لطاهر. برضه طاهر عليه علامه استفهام. طاهر الاول كان بيخش في منطقه ال 18 وتحس عايز يعارك فيها، لكن دلوقتي طاهر رائد على الجناح، مش بيتحرك من المنطقه دي، تيجي له الكوره يبصيها ومفيش، اللعيبه شغال فهمات خالص. فكده خلصنا اللعيبه. كده تكون خلصت حلقتنا. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.